بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيك. إن شاء الله في المحاضرة هنا أو في الحصة دي أو في الحلقة دي هنتكلم عن أجزاء الكلام parts of speech. أول حاجة عندنا هنتعلمها هي nouns بمعنى الأسماء. هي وحدة نحوية أو وحدة في الجرامر بتاع اللغة الإنجليزية اسمها أسماء nouns، بيطلقوا عليها nouns. بعد كده عندنا pronouns بمعنى الضمائر. بعد كده الادجكتيفز اللي هي الصفات، ودايما الصفات بتيجي تصف لنا الناونز. تمام. بعد كده عندنا الفيربز اللي هي الافعال، وبعدها عندنا الادفيربز اللي هي الظروف، والظروف دي بتصف الافعال. وعندنا البريبوزيشنز دي اللي هي حروف الجر. تمام كده. هنبدأ اول حاجة عندنا هو الناون. بيقول الناون ده كلمة بتدينا اسم او مسمى لشخص او مكان او شيء او فكرة. يبقى لشخص، مكان، شيء، فكرة اللي احنا شايفينه هنا ده. فانا هجيب القلم علشان برضو يبقى معانا. ده شخص، ده مكان، ده شيء، دي فكرة. تمام. انواع النون عندنا حاجة اسمها proper noun وعكسها الcommon noun، وعندنا الكولكتيف ناون. هنبدأ على طول بالبروبر ناون الأول. البروبر ناون ده عبارة عن ايه؟ البروبر ناون ده اسم علم، اسم صحيح في ذاته. تمام. يعني مثلا بيشير لشخص بعينه. تمام. هو اسم او اختصار، مصطلح او اختصار يعني مصطلح او اسم. تمام. لشخص بعينه او اختصار لشيء بعينه او لشخص بعينه. تمام كده. او لمكان او لشيء. حلو كده. يعني مثلا لما اقول كويت ده اسم proper. ليه؟ احنا عارفين نقصد ايه بالكويت. ده اسم مكان. حلو كده. لما اقول احمد ده اسم شخص بعينه. لما اقول دكتور سالم، وهكذا. تمام. او اليونيسيف ده اكرونيم اهو، اختصار يعني، بس الشيء علم، ده شيء بروبر لشيء معروف، منظمة اليونيسيف. تمام. طيب، تاني حاجة عندنا هي الكومون ناون. كومون يعني شائع. كومون يعني ايه؟ شائع. فهو اسم شائع بين الاشياء، شائع بين الاشخاص، شائع بين الاماكن، بين الاشياء. تمام. مش لشخص بعينه، يعني ما بنستخدمش الالفاظ دي لشخص بعينه، وانما بنوصف بيها حاجات كتير. يعني مثلا لما اقول تشير كرسي، هل انا عارف انا بتكلم على انهي كرسي؟ او انا حددت انا بتكلم على انهي كرسي؟ لا. فده common noun، اسم شائع ما بين الكراسي. لما اقول كرسي، انا ممكن اقصد الكرسي اللي انا قاعد عليه، او الكرسي اللي ورايا في الصالة، او الكرسي اللي في الاوضة بتاعت حد تاني، او الكرسي اللي محطوط في الشارع، او الكرسي اللي على الكافيه. تمام. لما اقول كلمة patient بمعنى مريض. في كذا مريض، ما بيبقاش مريض بعينه. تمام. طيب، كلمة medicine ده دواء، common noun، اسم شائع. تمام. طيب، PT هنا اختصار. حلو كده. abbreviation يعني اختصار. كلمة abbreviation يعني اختصار. الاكرونيم ده المفروض ان هو للمصطلحات، يعني مصطلحات حتى باختصاراتها يعني. طيب، زي اللي احنا شايفينه هنا كده، PT اختصار ل patient. يعني كويس ان انا عرفت استخلصها، لان من الواضح ان دي كلها مصطلحات او موضوع انجليزي كله معتمد على الطب او بيخدم على كلية الطب. ف يعني الحاجات اللي هقدر اوصل لها. common الاختصار نفسه بيشير الى كلمة patient، و patient في حد ذاتها common noun. اخذ الدواء med اختصار برضه اهو، اختصار لميديسن. حلو كده.
فدواء برضو common noun، اسم شائع. ممكن يكون الدواء ده مسكن، ممكن يكون حتى كلمة مسكن كلمة شائعة. تمام. طيب عندنا الكولكتيف ناون. الكولكتيف ناون دي اسماء تلم. كولكت يعني يلم، فكولكتيف يعني كولكتيف ناون يعني الاسماء اللمامة، او بمعنى اصح الجامعة، التي تجمع مجموعة تحتها. بس بنعاملها هي معاملتين، يا اما بنعاملها معاملة الوحدة الواحدة فشيء واحد، او بنعامل الاسم الكولكتيف ده اللي هو الاسم الجامع ده بنشير الى جميع الافراد اللي فيه. يعني ممكن نعامله اكنه مفرد، او نعامله اكنه ايه مجموعة فجمع. تمام كده. ازاي؟ كلمة تيم بمعنى فريق. التيم الطبي، الفريق الطبي، الميديكال تيم، ممكن يبقى عامله اكنه واحدة فاقول the medical team is. تمام. طب لو انا عاوز اعمله اكنه واحدة وخلاص. طب لو انا عاوز اعمله كفريق، هقول the medical team are، وكده انا بقصد الفريق كله بقى، يعني كل افراده، بتكلم على نفر. حلو كده. عندنا برضو the family اللي هي العائلة، اسم collective noun. staff or staff staff اللي هو الفريق بتاع العمل نفسه. تمام. طيب او طاقم العمل، ده collective noun. بعد كده عندنا countable noun. ايه countable noun ده؟ countable noun ده هو الاسم اللي ممكن نعده، الاسم الذي يمكن عده. عكسه uncountable noun، الاسم الذي لا يمكن عده. في اللغة الإنجليزية عندهم أسماء يمكن عدها، وأسماء مفردة لا يمكن الإتيان بالجمع منها. هنبدأ الأول بالcountable noun. في 3 أجزاء تحته. السنجولار noun الاسم المفرد ما بيتطلبش does not require that plural suffix. تمام. يعني ايه؟ ما بيتطلبش اللي هو الكلمات السفكس ده اللي هو الجزئية اللي بتضاف على اخر كلمة لتعديلها. فالسفكس بتاع البلورال يعني الجمع، الناهية بتاعة الجمع اللي بتضاف على الاسم مش مطلوبة فيه، لانه سنجلر، لانه مفرد، فمش محتاج اي تعديل عليه. زي كلمة لما اقول كلمة دكتور. تمام. وبيشنت مريض. لاحظ انه common noun بس ايه singular countable singular، يعني هو اسم شائع. كلمة دكتور دي اسم شائع، ممكن اقصد اي دكتور في الدنيا، وفي نفس الوقت هو اسم ايه مفرد singular، ولكن يمكن الاتيان بالجمع منه بطريقة طبيعية. يدخلنا للريجولار plural noun، الاسم الجمع المنتظم، وهو اللي بيجي بنحط عليه يا اس او اي اس، وفي بعض الاحيان اي اي اس، بس خلينا في اللي هو ذاكره هنا الاس او الاي اس. تمام. وده بيحوله من مفرد الى جمع. وفي اللغة الانجليزية الجمع بيبدأ من اول رقم 2، لان في اللغة الانجليزية ما عندهمش حاجة اسمها مثنى، عندهم جمع على طول، 1 مفرد 2 جمع. فعاوز اقول طبيبان او اطباء يعني هقول دكتورز. السفكس اللي اتحط هو الاس، ده سفكس الجمع البلورال، اللي هي الناهية التي تضاف للجمع. تمام كده. فاحنا كده جبنا النوع الثاني من الكاونتابل ناون، هو ان احنا نجيب الجمع للسنجولار ناون، زي كلمة دكتور كده اتحولت لدكتورز، كده جمعناها. بس برضو في نفس الوقت هو common noun، لما انا اقول اطباء انا ممكن اقصد اي طبيب، فهو اسم شائع. عندنا هنا irregular plural noun. irregular يعني غير منتظم. فهنا بيكلمني ان irregular ده بيتطلب suffixes غير الاس والاي اس اللي هو الطبيعي، يعني بيتطلب نواهي غير الاس والاي اس عشان نجيب الجمع. تمام.
The lumbar region has 5 vertebrae. انا مش فاهم برضو ايه المثال ده بالظبط، ولكن ده جمع. زي برضو عندنا كلمة curricula و curriculum. تمام. منهج ومناهج كمثال يعني. بس مش هنروح بعيد، انا ممكن اديك برضو مثلا كلمة wife بمعنى زوجة، والجمع بتاعها جمع غير دول، بنقول wives. شوف الجمع مختلف خالص، فده irregular plural noun، غير نظامي، مش ماشي على النظام المعتاد بتاع اضافة الاس او الاي اس. بعد كده عندنا ال uncountable nouns اللي هي الاسماء التي لا تجمع. تمام. بتكون كمية غير معروفة unknown quantity، هي اسماء تتكلم عن كميات غير معروفة، زي مثلا لما اقول fluids سوائل، too small to be counted. كلمة fluids صغيرة جدا ان احنا نقدر نعدها. measurable food الطعام اللي ممكن قياسه، يعني مثلا لما اقول رايس، الرز في اللغة الانجليزية لا يمكن عده. تمام. الماتيريالز المواد، large surfaces الاسطح الكبيرة، abstract nouns الاسماء المجردة، زي كلمة love ده اسم uncountable. حب ما تقدرش تجمع كلمة الحب في اللغة الانجليزية، وما اظنش نقدر نجمعها في اللغة العربية، فده uncountable noun. و abstract يعني مجرد، يعني فكرة مجردة، مش فكرة ملموسة مادة. معرفش ايه ده. the phlebotomist withdrew some blood، هو سحب بعض الدم. الفكرة في كلمة blood هنا، blood ده سائل، والسوائل لا تجمع. يعني في اللغة الانجليزية السائل بعينه لا يجمع. يعني مثلا لو قلت water فما اقدرش اجيب منها جمع، ولو قلت waters مقصود بها انواع مختلفة من الماء، مش جمع للكلمة بتاعت مية فجبنا منها جمع. المياه هي مياه وخلاص. تمام. زي كلمة برضو fish مقصود بها سمك وسمكة. طب لو قلت fishes ده ما تفكرش ان هو جمع، معناها اسماك بالمعنى اللي نقصده، ده مش جمع ليها، وانما ده هو المقصود بها انواع مختلفة من الاسماك لو قلنا fishes. فنخلينا لان fish وfish، fish مقصود بها سمكة وسمك في نفس الوقت. طيب ننتقل بعد كده الى الجزئية اللي عليها الدور عشان بس نلم القواعد بسرعة. البروناونز الضمائر هي كلمة تفترض الموضع او تأخذ الموضع والوظيفة بتاعة الاسم. but it doesn't specifically name a person. بس البروناون ده الضمير ده ما بيسميش حد بعينه، يعني مش مقصود بيه ان هو اسم حد بعينه. يعني لو انا قلت هو مش موضح لي مين، بس بينوب عن اسم. تمام. انواع السبجكت سهلة جدا نعرفها. عندنا ضمائر الفاعل، ضمائر المفعول، وضمائر الملكية، وصفات adjective pronouns. تمام. اللي هي adjective pronouns اللي هي الضمائر الصفات، ضمائر الصفات. تمام. والindefinite pronoun حلو كده، اللي هو غير معروف او الضمير بتاع الغير معروف. وعندنا reflexive pronouns اللي هي الضمائر العاكسة. هناخدهم واحدة واحدة، نكسرهم كده واحدة واحدة بس انه يبقوا سهلين بالنسبة لنا. ضمائر الفاعل تحل محل الفاعل في الجملة، زي I you أنا أنت أنت أنتم. you يعني أنت أنت أنتم. he هو she هي. it هو أو هي بس للأشياء الغير عاقلة، يعني مثلا حيوان، جماد، شيء، مادة،
انما انسان، الانسان يا اما هو يا اما هي يا اما هم. طب جمع it برضو they، لان they ده يستخدم لهم او هن، سواء للاشياء او النباتات، الحيوانات، الكائنات، وللانسان برضو. والضمير we بمعنى نحن، دول بيجوا في موضع الفاعل وليس موضع المفعول به، يعني موضعهم فين؟ بيحلوا محل فاعل. she examined، هي فحصت المريض. المريض هنا هو المفعول، ومن فعل الفعل هو she، ضمير she. بعد كده عندنا ضمائر المفعول به. تمام. object pronoun، they take the place of nouns in an object position. object هنا مقصود به اللي هو الحاجة اللي بختبرها، اللي بتستلم الفعل. تمام. طيب عندنا me بمعنى أنا، يعني مثلا لو أنا قلت he hit me يعني هو ضربني، فكلمة ني هي مي دي اللي هي بتقصدني أنا. تمام. وعندنا you وعندنا him، هي بتتحول إلى him في المفعول به. her أخت she بس مفعول به. it هي it، يعني it هي الوحيدة اللي ما بتتغيرش معانا. تمام. وكذلك you. they بتتحول إلى them و we بتتحول إلى us، وبيدلوا هي نفس مدلولاتهم مع التغيير، مراعاة التغيير في اللغة العربية. يعني اللغة العربية ممكن شكلهم يبقى مختلف شوية، ولكن هم نفس المقصودين يعني. طيب the GP examined him، فحصه، أو الهاء دي التي تنوب عن هو. تمام. هي him في اللغة الإنجليزية. بعد كده عندنا ضمائر الملكية. ضمائر الملكية بتوضح الملكية، ودائما ما بيجي قبلها الاسم الايه، مش شرط يبقى قبلها على طول، ولكن هي بتيجي في اخر الجملة بتوضح مين المالك. عندنا mine ملكي، yours ملكك او ملكك او ملككم، his ملكه، hers ملكها، its ملكه او ملكها لغير العاقل، لغير الانسان يعني، theirs ملكهم او ملكهن، واورز ملكنا. عندنا مثلا بنقول this book، هذا الكتاب، ده الحاجة اللي احنا هنمتلكها اهي، اللي هنتكلم ان هي ملكية. يكون is يعني يكون، يبقى هذا الكتاب يكون ايه؟ mine ملكي. طب انا عاوز اقول ان هذا الكتاب يكون ملكه، this book is his. طب هذا الكتاب يكون ملككم، this book is yours. طب هذا الكتاب يكون ملكنا بتاعنا احنا، يبقى this book is ours. بعد كده هنخش على ال adjective pronouns. ايه هي ال adjective pronouns؟ دي صفات ملكية. تمام. هي ضمائر صفة بتصف الشيء وتخليه ملكيتك او ملكية الضمير يعني هو بيقول لك هنا indicate position. يعني ايه indicate position؟ يعني توضح الملكية، وبيجي بعدها على طول الشيء المملوك، بيبقى لازق فيها على طول، ما بيتحركش عنها الشيء المملوك. والعلاقات طبعا واجزاء من الاشياء. تمام. والتصنيفات الكلاسيفيكيشنز. تمام. او التحديدات والاسباب. مثلا اقول my زائد نقطة، your زائد in، his زائد in، her زائد in. يعني مثلا my book، my leg يعني رجلي، my book يعني كتابي. تمام. طب her leg كتاب رجلها او قدمها، her foot. تمام. فانا مثلا اقول the orthopedist examined her leg، يعني هو فحص قدمها، فبتوضح ملكية. بتوضح ايه؟ ملكية. زي اللي فوق، بس اللي فوق بتيجي في اخر الكلام خالص، انما هنا لا، دي بتيجي بعدها الشيء المملوك على طول، بيجي بعدها الشيء المملوك على طول. عندنا هنا ال indefinite pronoun بيستخدم to refer to people or things without saying exactly who or what they are. هو ضمائر بتستخدم
للإشارة إلى شخص، أو يعني الإشارة إلى شخص أو شيء، مع عدم ذكر بالضبط من يكون هذا الشخص أو ما يكون هذا الشيء. تمام؟ يعني مثلا الضمائر المنتهية بbody أو بone، يعني anybody أي شخص مش محددة، nobody ولا أحد مش محددة برضو، somebody شخص ما مش محددة، everybody كل الأشخاص بس مش محددة برضو حد بعينه، بتقول كله. anyone أي أحد، no one ولا حد، someone، everyone، anything، any زائد thing، دي للأشياء على فكرة. تمام؟ لأن كلمة thing بمعنى شيء، anything أي شيء، something تمام شيء ما، everything كل شيء، nothing ولا شيء. تمام؟ دي ضمائر كده موجودة ما بتحددش الشيء أو الشخص اللي احنا بنتكلم عليه، هو بتتكلم في العموم. ask someone for direction، اسأل حد على الايه، الاتجاه. اسأل مين؟ محددش، هو قال لي اسأل حد، اسأل اي حد بقى، ask anyone، ده استخدامها. بعد كده عندنا الريفلكسيف بروناون، ده الضمير العاكس اللي بيعكس على الشخص نفسه. تمام؟ يعني بيقول لنا ان الفعل اللي اتعمل بيحصل على نفس الشخص اللي عمله، ده الوصف بتاعه هنا. يعني الفعل بتاع الجملة ما بينعكس على حد، لا بينعكس عليا انا، على الفاعل. يعني مثلا كمثال لو انا قلت myself نفسي او بنفسي، yourself نفسك او نفسكم او نفسهم، تمام، نفسكم او نفسك او نفسك او نفسكم، herself نفسها، himself نفسه، themselves انفسهم، ourselves تمام انفسنا، itself نفسه او نفسها الغير العاقل. طبعا yourself هنا ليها جمعها، هنا yourself معنى نفسك او نفسك، انما جمعها نجمع كلمة self نفسها تبقى selves كده، تبقى yourselves بمعنى انفسكم، your وبعد كده selves لازقة فيها بمعنى انفسكم. يعني مثلا she took the injection herself، هي اخذت الحقنة بنفسها. تمام؟ عاكس على مين؟ على she، على هي. طيب بعد كده ننتقل الى الادجكتيف رقم 3، الادجكتيفز اللي هي الادجكتيفز؟ الادجكتيفز دي الصفات. تمام؟ هي كلمات تصف او بتعدل الاسم او الضمير عن طريق ان هي تقول لنا النوع، التايب، الكوانتيتي الكمية، or specificity. تمام؟ طيب هنفهم الكلام ده ان احنا نشوف الضمائر. عندنا proper adjective، an adjective that comes from a proper noun. يبقى ال proper adjective دي بتيجي من اسم proper. يعني مثلا بوذي بودست، فيكتوريان فيكتوري نسبة للعصر الفيكتوري. العصر الفيكتوري ده تم تسميته على اسم الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا في 1800، في السنة اللي هي مرحلة 1800، وبالتالي خدوا اسمها وجابوا منه صفة، ففيكتوريان. تمام؟ جابان ده اسم دولة حطوا لها اس فبقت صفة، جابانيز بمعنى ياباني، افريكان. تمام؟ سكوتش، كويتي، دي كلها proper adjectives، صفات جاية من اسم proper. من اسم ايه؟ proper. نرجع فاكرين الاسم البروبر ده هو اسم بيشير الى شخص او مكان او شيء بعينه، مسمى اسم، زي مثلا ما اقول احمد. تمام؟ زي مثلا الدولة العباسية، الصفة منها يقول لك عباسيد، أباسد،
Abbasid Caliphate اللي هي الخلافة العباسية. فوصفنا ان الخلافة ايه؟ عباسية. في اللغة الانجليزية اقول لك Abbasid، بيجيب الصفة قبل الموصوف. تمام. طيب Scottish من اسكتلند. تمام. بعد كده عندنا ال comparative adjective اللي هي الصفات المقارنة. تمام. وتستخدم علشان نقارن الاختلافات بين الشيئين اللي هما بيعدلوا عليه. يعني مثلا larger اكبر من، smaller اصغر، larger اكبر، smaller اصغر، faster اسرع، higher. تمام. اخرها er، لو نلاحظ كده اخرها er. فدي صفات المقارنة. يعني مثلا salads are lighter meals than cooked food. بيقصد هنا ان السلطات هي وجبة اخف، lighter meals. تمام. وصف هنا الميلز بانها lighter اخف، وجبات اخف. يبقى نلاحظ ان الصفة زي ما قلت بتيجي قبل الموصوف في اللغة الانجليزية. طب لو انا قلت هنا، هل هنا cooked food وصف الطعام انه مطبوخ، فدي صفة كمان اهي. طيب superlative adjectives اللي هي صفات التفضيل. تمام. expresses the extreme or highest degree of quality، بتوضح اعلى مستوى من مستويات الصفة او الخاصية اللي الصفة بتيجي بتوصف بيها الشيء. يعني مثال، لو قلت tallest معناها اطول، الاطول. smallest الاصغر. يعني nurse سارة is the brightest in the team، الممرضة سارة هي الاذكى، brightest في الفريق. معنى كده ان هي عندها اعلى درجات الذكاء في الفريق كله. مش معنى كده ان الفريق غبي، لا، الفريق برضه ممكن يكون كله ذكي ولكن هي اذكاه، كمثال يعني. participle adjective. ايه participle adjective؟ present participle adjective describes the source that evokes feelings. تمام. بيوضح مصدر الشعور. تمام. يبقى الصفات اللي هي البارتيسيبل اللي هي نقدر نقول الصفات اللي هي على اساس المستمر كده اللي اخرها ing. interesting، لو انا قلت interesting exam، امتحان مثير للاهتمام، يبقى الامتحان هو مصدر اثارة الاهتمام، بيجي بعدها الشيء اللي بيؤدي الى الشعور بان الواحد يشعر بالاهتمام بالشيء. او مثلا boring ممل، بيوضح لنا ايه هو الممل ومصدر الملل اللي احنا حاسين بيه. تمام. طيب يبقى الصفات المرتبطة بزمن بعينه، لو فيها ing يبقى اللي جاي بعدها الحاجة اللي بتتسبب بالفعل ده. طب مثلا المهتم بقى اللي حاسس بشعور الاهتمام بنحط له ed. طب اللي حاسس بالملل بنحط له ed برضو. يعني مثلا عندنا الشيء ممل بنقول عليه boring. طب لو واحد حاسس بالملل، ملان يعني، بنقول عليه ايه؟ bored. interested يعني مهتم، interesting يعني مهم ومثير للاهتمام، مثير للفضول. تمام. anatomy is very interesting، بيقول ان الاناتومي تكون ايه؟ very interesting، يعني مثير للاهتمام جدا. يبقى مين اللي مثير للاهتمام؟ الاناتومي. تمام. طيب I am interested in anatomy، انا مهتم بالاناتومي. هنا الاهتمام حاصل عليا من الاناتومي بيخليني interested فيها. The doctor calmed the worried mother، الدكتور هدأ الام القلقانة اللي تشعر بالقلق، يعني القلقة، الام القلقة، worried mother. طب لو طب الحاجة اللي بتديها القلق بنقول عليها worrying. قلنا انها قلقانة من injury مثلا، فنقول ايه؟ worrying injury، اصابة مثيرة للقلق، injury.
تمام كده. دي الصفات اللي هي البارتيسيبل، فيها يا اما اي ان جي، ودي بتكلمنا عن مصدر الاصابة. انما لو فيها فيها اي دي، اخرها اي دي بتوضح لنا حالة الشخص او الشيء اللي يشعر بالشعور. quantitative adjectives ده الصفات الكم بقى. تمام. used to describe the quantities بتستخدم لوصف الكميات، زي both كلاهما، few قليل، many كثير many، some بعض أو بضع، little قليل، none ولا حاجة، single شيء واحد مفرد يعني، first أولا، all كثيرا، أو مثلا 43 الأرقام يعني، or dimensional size يعني مثلا لما نجيب السايز كده ده صفة، or number age اللي هو العمر الرقمي، زي مثلا 45 years old 45 سنة، وصفت ان هو 45 سنة. both sisters كلا الأختين دي صفة عندهم. تمام. 30 patients وصفتهم ان هم 30. 4x4 adhesive الادهيسيف 4x4 صفة. بتيجي تصف لنا اسم، بتصف لنا الاسم على طول. 30 year old 30 سنة، مريض 30 سنة. نلاحظ هنا ان الاس اللي المفروض تتحط بتتشال لو جاي بعدها اسم بقى. لو جاي تصف اسم خلاص بنشيل الاس اللي هنا اللي هي محطوطة هنا دي. qualitative adjectives تمام، بتصف الكواليتي الجودة بتاعة شيء او شخص. تمام. او الخواص يعني، زي التيست اللي هو المذاق، سميل الرائحة، sounds الاصوات او يشبه textures of different types of touch انواع الملمس او اختلافات الملمس. the tasty cake الكعكة الشهية، وصف الكعكة ان هي tasty، دي adjective اهي qualitative. aromatic flowers aromatic flowers اللي هي الزهور اللي لها رائحة يعني العطرة، الزهور العطرة. are given to patients. her loud يبقى دي خاص مرتبطة بالخواص والحواس في نفس الوقت، qualitative. تمام. her loud voice وصف صوتها بانه loud، ده مرتبط بالسمع. the rough tissue النسيج، تيشيو يعني النسيج الخشن، فده ملمس. الصفات اللي يعني بتدينا وصف وشرح، يعني مثلا opinions location shape شكل، location موقع، opinions لا آراء، color material condition. تمام. opinionated size opinionated age. good students ده كده مبنية على الرأي، الطلاب الجيدين. work hard. the lateral side is more affected than the medial side. تمام. هنا rectangular file is on the table. الشيب اهو، الشكل بتاع الشيء. اول حاجة opinion، تاني حاجة الموضع، medial يعني متوسط تقريبا. تمام. عندنا هنا yellow ده اللون، rectangular ده اللي هو الشكل المستطيلي. big ده الحجم. old ده ده الحجم اللي هو opinionated size. big wounds بالنسبة وانا وصفت ان الwound ده كبير بناء على رأيي، بالنسبة لي ده يعني جرح كبير.
opinionated يعني مبني على الرأي اهو. the old file is on the table برضو كلمة لما انا وصفت الملف انه كبير قديم يعني ده مبني على الايه الرأي opinionated age. تمام. طيب الافعال دي اللي هي verbs. A word that describes the action or state of being, a noun or pronoun. بص الافعال هي بتصف الايه الاحداث او حالة اسم او ضمير. هنكمل بقى نخش كده وهنفهم على طول. الفعل الاساسي انواع الافعال عندنا حاجة اسمها main verb وحاجة اسمها auxiliary verb وحاجة اسمها phrasal verb وحاجة اسمها transitive verb وحاجة اسمها intransitive verb. المين verb عشان بس نبقى عارفين وفاهمين المين verb ده الفعل الاساسي للجملة. طب اول حاجة خالص اعرف ان هي main verb اعرف الفعل ازاي main verb ولا لا لو هو الفعل الوحيد في الجملة ده main verb على طول هو الفعل الاساسي ما فيش غيره. تمام. زي مثلا لما اقول ايه هو هنا بيقول وصفها ايه المين فيرب ايه انه كلمة بتصف الفعل. تمام. وممكن تبقى واقفة لوحدها في الجملة يعني مش محتاج اي مساعدة. ده المين فيرب الفعل الرئيسي. زي مثلا examined بمعنى ايه فعل بمعنى فحص او waiting بمعنى ينتظر. تمام. طيب الاوكسيلاري فيرب ده فعل مساعد. الاوكسيلاري فيرب فعل مساعد هو فعل مساعد بيوضح الاسبكت اوف ا فيرب خاصية من خصائص الفعل. يعني مش ممكن يجي مثلا يحدد لنا هل هو مستمر ولا لا هل هو في الحاضر ولا في الماضي. تمام. children do not like لا يفعلون الاعجاب بالشيء. تمام. ده لو انا هترجمها حرفيا انما في الحقيقه هم ما لهمش معنى ولكن بييجوا يستخدموا يساعدونا في عمل فعل زي verb do ده verb من الافعال المساعده. انا هديك قائمه بالافعال المساعده do و does والماضي بتاعهم did سواء انا اكتبهم احسن بالكيبورد تبقى احسن واوضح. عندنا do does did am is are الماضي بتاعهم was were. عندنا have has had. طبعا في برضو been و done. هنعتمد على ان دول بس اللي ممكن اللي دايما بيظهروا بصورة كبيرة يعني. دي افعال كلها بتيجي كافعال مساعدة بيجي معاها فعل في معظم الاحوال. يبقى لو جه معاهم فعل يبقى هم افعال مساعدة. لو انا شفت واحد من دول ومعاهم فعل كمان يبقى دول auxiliary verb على طول وبيستخدموا لتكوين الاسئلة. طيب عندنا الفريزل verb. ايه هو الفريزل الفريزل verb؟ الفريزل verb هو فعل اصطلاحي فعل مكون من جزئين. بيبقى الفعل ومعاه يا جزء الجزء التاني ده ممكن يبقى حرف جر. تمام. او مهما يكون الجزء التاني هو بيبقى مكون من جزئين يعني ممكن يبقى حرف جر ممكن يبقى ظرف. تمام. بس الغالب بيكون حرف جر او حرفين جر ممكن يبقى مكون من جزئين على فكرة او من 3 اجزاء اللي هو الفعل نفسه وجزئين معاه كمان ولكن الغالب بيبقى اللي بنشوفه يعني حرف جر معاه مثلا كجزئية يعني.
يبقى هو فعل مكون من كلمتين، الفعل نفسه وحرف جر محطوط عليه. يعني switch on، ممكن مثلا عندنا switch off، turn on، turn off، تمام، وهكذا. الترانزيتيف فيرب والانترانزيتيف فيرب. ايه الترانزيتيف فيرب؟ الترانزيتيف فيرب ده فعل متعدي. يعني ايه متعدي؟ يعني بيتطلب مفعول به. يعني انا الفاعل وعملت الفعل وعاوز مفعول به يستلم مني الفعل اللي انا عملته بكل بساطة. يعني مثلا المريض ده الفاعل، انا شايفه هنا دي كلمة the patient، المريض ده الفاعل. توك اخذ ايه؟ هو لازم حاجة استلمت منه فعل الاخذ. هو اخذ الايه؟ الميديسن، الدواء، وبالتالي هو فعل متعدي لانه تطلب مفعول به او تطلب object. حلو كده. في افعال ما بتتطلبش ايه؟ اللي هو ايه؟ object. دي بنسميها افعال intransitive verb، يعني فعل غير متعدي، يعني يقدر يشتغل معايا الفاعل ومعايا المفعول ومش محتاج، قصدي معايا الفعل ومش محتاج مفعول به، مش محتاج object. تمام. زي ايه؟ the patient slept. تمام، مش متعدي، الفعل ده مش متعدي، هو بيقول المريض نام. هل انا محتاج مفعول به علشان اقول انه نام؟ لا، هو خلاص هو نام، مفيش حاجة تستلم منه الفعل. فده فعل بيتقال عليه intransitive، يعني ايه؟ غير متعدي. الادفيربس بتيجي تعدل على الفعل، تصف الفعل. دايما القاعدة بتقول ايه؟ الصفات تصف افعال، الصفات تصف اسماء، والافعال والظروف تصف افعال. تمام. يبقى الصفة الادجكتيف بتصف الناون، والادفيرب بيصف الايه؟ الفعل، الفيرب. طيب، وبتعدل طبعا على الفعل، وممكن تعدل على الصفة او ظروف تانية. يعني الظرف في اللغة الانجليزية بقى يجي يصف الفعل، ممكن او يعدل على الفعل، يصف الصفة او يعدل على الصفة، يصف الفعل، قصدي يصف الظرف وايه؟ ويعدل عليه. ده الظرف يصف الفعل ويعدل عليه، يصف الصفة ويعدل عليها، يصف الظرف ويعدل عليها. يعني ممكن ظرف يجي يعدل في ظرف. تمام. طيب، adverb of manner، اللي هو المانر اللي هو الطريقة، الموضوع حصل ازاي، كيف حصل. بيجاوب دايما على سؤال هاو علشان اعرف اذا كان الادفيرب اللي معايا adverb of manner، اسأل سؤال هاو، كيف، ازاي، كيف حدث هذا الفعل. هل حدث بسرعة؟ هل حدث ببطء؟ هل حدث ازاي حدث يعني. تمام. زي مثلا اللي منتهي باخره ال واي، slowly ببطء، quickly بسرعة. the wound improved gradually، الجرح تحسن بانتظام او تدريجيا، بتدرج. يبقى انا وصفت ان الامبروفمنت ان هو التطور يعني حصل ازاي؟ gradually. how did the wound improve؟ هقول gradually. بتجاوب السؤال اللي بيبدأ بهاو. adverb of frequency اللي هو ظرف التكرار، الفعل بيحصل قد ايه؟ how often. تمام. هنا how often، كم من المعتاد، يعني قد ايه الفعل ده بيحصل او قد ايه الحاجة بتحصل. تمام. ظروف الفريكونسي اهي usually، عادة، always دائما، sometimes احيانا، rarely نادرا، often عادة، في seldom بس هو مش مذكور هنا، وفي never ابدا. اي حاجة بتدل على قد ايه الفعل بيحصل، هل كتير ولا قليل، ده frequency على طول. she rarely takes her medicine، هي نادرا ما تأخذ الدواء بتاعها. rarely دي بتصف ان فعلها ده نادر الحدوث، وصفت الفعل نفسه. how often
rarely. comparative adverb اللي هو ظرف المقارنة، ظرف المقارنة، يستخدم لوصف الفروق والتشابهات بين شيئين. يعني مثلا slower أبطأ، faster أسرع. nurse سارة takes the medical history faster. تمام. faster أسرع، بتاخد ال medical history اللي هو التاريخ الطبي أسرع. تمام. أسرع من مين بقى؟ ممكن يذكرها ممكن ما يذكرهاش، بس هي بتاخد الموضوع أسرع، بتاخد الميديكال هيستوري أسرع. superlative نفس الفكرة. فاكرين الكومباريتيف adjective ده comparative adverb، وآخرهم برضو er لو لاحظنا. عندنا هنا superlative adverb اللي هو الظرف التفضيلي. تمام. is used to describe differences and similarities، بيستخدم لوصف الاختلافات والتشابهات بين ثلاثة أشياء. تمام. slowest و fastest مثلا الأبطأ أو الأسرع. مثلا her illness makes her work the slowest، شغلها بيجعلها تعمل الأبطأ، يعني تشتغل الأبطأ مش الأسرع. فيستخدم لوصف ان هي بتعمل الفعل أبطأ حاجة مثلا أو أسرع حاجة مثلا. الأسرع من ما بين ثلاث أشخاص، ثلاث أشياء. ركز على الحتة دي، ثلاث أشياء. quantifying adverbs بيصف الدرجة اللي فيها شيء بيحصل. تمام. الدرجة بقى قد ايه بيحصل. most effectively بأكثر مثلا تأثير، أو quite quickly أو سريع إلى حد ما. فهو هنا جاي بيصف quickly ويحدد ان هي quite إلى حد ما، أو effectively. most كلمة most دي الأكثر effectively أكثر تأثيرا. this medicine works quite quickly، يعني هذا الدواء يعمل quite quickly بسرعة إلى حد ما. طيب most effectively يعني يعمل most effectively يعني بالأكثر أداء أو بالأكثر تأثيرا. تمام كده. بعد كده ننتقل إلى الprepositions. الprepositions سهلة جدا، هي كلمة بتوضح العلاقة بين اسم أو ضمير والكلمات الأخرى. طيب عندنا مثلا possession اللي هي الملكية، to indicate belongingness، يعني بيوضح الملكية. يعني the lady with the bag، كلمة with هنا بتوضح الملكية. السيدة ذات الحقيبة is ill، تكون مريضة. condition توضح الحالة. to indicate a disease or condition يوضح الحالة أو أو المرض، يعني ممكن يوضح الحالة الصحية. يعني the patient with the limb needs a wheelchair، المريض اللي هو بيعرج يعني أبو عرجة يحتاج إلى wheelchair، كرسي بعجلة. تمام. ممكن مثلا يوضح السبب. she took the medicine to improve، هي أخذت الدواء ليه تتحسن. فهنا بيوضح حرف الجر هنا، ده بيوضح السبب. ايه السبب؟ to improve، لتتحسن. ممكن يتكلم عن المكان. place indicate a place، ده مثلا behind خلف ده مكان. under تحت ده مكان. next بجوار. تمام. بجوار ده مكان. urology is next to general surgery. تمام. الأورولوجي بجوار الجنرال سيرجري. indicate time في ظروف بتوضح الزمن، زي in on at. دايما بنقول in on at شهور أيام ساعات. يعني ايه in on at شهور أيام ساعات؟ in مع الشهور، on مع الأيام، at مع الساعات. يعني in January في يناير، in August في أغسطس.
طب on Monday في يوم الاثنين، on Sunday يوم الأحد، on Saturday يوم السبت، on Friday يوم الجمعة. at ده مع الساعة، يعني الساعة 9 at 9 o'clock، الساعة 10 at 10 o'clock، وهكذا. وبكده نكون خلصنا شرح القواعد دي كلها في أول ملف معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.